أنا هدى من فريق كالمنزل، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو اختيار ستاير البيت. هنقولك على قواعد تتبعيها وانتي بتشتري الستاير، هتخلي شكل الستاير أفخم وهتضيف كتير جدا لجمال البيت. أولا، طول الستاير. المفروض الستاير تمتد من السقف لغاية الأرض أو فوق الأرض بحاجة بسيطة جدا، ده هيخلي شكلها أفخم بكتير. اما بالنسبه لعرض الستاير، المفروض قماش الستاره يبقى من 2 ل3 مرات عرض الشباك. يعني قبل ما اشتري قماش الستاره اقيس كويس جدا مقاس الشباك اللي هتركب عليه، واجيب القماش من 2 ل3 مرات عرض الشباك. ده هيخلي شكلها اغنى بكتير، لانه هيسمح بكسرات كتير ويبقى شكلها غني وشيك جدا. لو انا لسه في مرحله التأسيس، اعمل حساب بيت الستاره. اسيب المسافه من فوق للمجرى بتاع الستاره يمشي من جواها، بحيث ان لما الستاير تركب ما يبانش منها غير القماش بتاعها، وده هيخلي شكلها سلس وجميل جدا. اما لو انا عديت مرحله التأسيس مفيش مشكله، هنعلق الستاير عادي خالص وهنتبع نفس التعليمات اللي قلنا عليها. اما بقى لو عندي شباك او مكان في البيت ما يسمحش بالستاير التقليديه اللي هي من فوق لغايه تحت وبتفتح على الجنبين، عادي جدا ممكن في الحالة دي استعين بالرومان بلايندز، ودي بتفتح على فوق وفي منها اشكال كتيرة جدا. لو مثلا عندي رادياتور او سخان او فتحة تكييف. لما اجي بقى اختار قماش الستاير، في كذا حاجة لازم اخلي بالي منها. اولا، الستارة دي هتركب فين؟ لو هي مثلا في غرفة السفرة أو غرفة الليفينج روم وأنا مهتمة بس إنها تضيف شوية برايفسي أو خصوصية وفي نفس الوقت تدخل شوية إضاءة، في الحالة دي أختار قماشة خفيفة هادية زي الكتان أو الشيفون. أما في غرفة النوم لما أبقى مهتمة إني أحجب النور والإضاءة، في أقمشة مخصصة لكده، بتبقى واجهة منها القماش العادي بأشكاله وألوانه وظهرها بيبقى بلاك أوت. ولو ده مش متوفر ممكن اجيب ستارة عادية ويركب وراها البلاك اوت على مجرى تاني هتقوم بنفس الدور برضو. قولي لنا اسئلتك عن الستاير في الكومنتس.